حاجيتكم وما جيتكم وبدعوة خير تلاقيتكم، يعلي مقامكم ويعطيكم من الخير وديان، ويكسيكم ذهب ومرجان، ويجعل آخرتكم بالجنان بجوار نبيل عدنان عليه الصلاة والسلام. حكايتنا اليوم بعنوان عويشة والقط المسحور. يحكي وزمان على بنية اسمها عويشة، ماتوا والديها وبقات عايشة مع مرات ربي فيها، بالصح كانت مشربتها المرار، دايرتها كي الخديمة. في يوم من الأيام قتلها يا عويشة خاطري في عصبانة. قتلها عويشة حاضر يما، ذكر نروح للسوق نجيب ما يلزم وندير لك العصبان. مشات عويشة تلحفت بملحفتها وهزت كفتها وتسقدت للسوق، شرات ما يلزم للعصبان وروحت. غسلت الدوارة وغسلت المصران وحضرت الخضرة وما يلزم، وقعدت فوحتها وحشات هذوك المصارن والكرشة. وغير كملت جاتها المرأة وبدات تحسب فيهم، لقاتهم 14 عصبانة. قالت العويشة ها هم 14 عصبانة، حطيهم في البرمة وشعلي عليهم النار وردي بالك منهم. ناضت عويشة حطتهم على النار وبقات تعس فيهم، وغير طابو جابت سينية وبدات تخرج من البرمة وتحسب وتحط. وهي على هاد الحال انشق الحيط وخرج لها قط. قالها يا عويشة ذوقيني عصبانة. قالت له بالصح ما حسبتهم، لو كان نذوقك وش يخلصني من عراكها. قالها غير ذوقيني تربحي يا عيشة، طريف برك. وقعد يطمع فيها بالأجر والإحسان وهي رقيقة قلب. شافت وعطاته عصبانة، هزها ودخل في الحيط وتسكر كيما كان. حطت عويشة الغدا وبدات أمها تحسب في العصبانات حتى لقات وحدة ناقصة. قالت لها يا عويشة، ردت عليها نعم ماما. قالت لها العصبان ناقص طريف، وينو؟ قالت عويشة وين على بالي، هذو اللي كانوا في البرمة جبتهم. قالت لها لا هذو ناقصين طريف، وين راح؟ ردت عليها بالك تحلت في المرقة يما. سكتت المرأة وكملوا غداهم. ثاني يوم عاودت قتلها يا عويشة وين راهي العصبانة؟ قالت وين على بالي يما، يا أخي قلت لك تكون تحلت في المرقة. قعدت المرأة نهار زوج وتعاود تسقسيها على العصبانة حتى تغشت عويشة، وحلفت لأمها لو كانت تزيد تجبد الهضرة على العصبانة تروح وتخليها. فوتت المرأة يامات وبعدها زادت سقسات عويشة عليها، وفوقها هزت لها العصا راح تضربها. تغشت عويشة كل هذا على جال عصبانة. مشات صرت حوايجها في شلامة وخرجت وخلات الدار.
وبقات تمشي وتمشي وتمشي حتى انفاتت قدام دار مولاتها كانت تسيق قدامها. عجبتها عويشة وقالت لها: يا بنيتي، انتي بنت شكون؟ قالت لها: أنا مقطوعة من شجرة، لا والي ولا تالي. ردت عليها: إما لا روحي تعيشي معايا وتولي بنتي، حتى أنا راني وحدي. فرحت عويشة وقعدت مع المرأة تقضي وتخدم عليها. وفي يوم من الأيام خرجت عويشة تسيق في فم الدار، وفي هذيك الدقيقة فات ولد السلطان، شافها وعجباته، روح يجري لميمته يشكر لها فيها. قالت لأمه: غير قول بنت شكون وين شفتها. قال لها: تطلع حتى بنت ساسي، عجبتني وحاب تخطبوها لي، والله نهج وما عادش تشوفوني. أمه أول مرة تشوفه على هذا الحال قالت له: خلاص ضك نكلم السلطان وربي يجيب اللي فيه الخير. فاتت الأيام والسلطانة كلمت السلطان، شاوراته في موضوع ولدهم. قال لها: ما دامو طايح لشوشتو هكذا على كيفو، اخطبوها له. فرحت السلطانة قريب طارت، وبعثت موكب جابوا لها المرأة اللي ساكنة عندها عويشة. حكات معاها في الموضوع. قالت لها المرأة: والله ما نقدر نقولوا غير الله يبارك، وين راح تلقى بنتي خير من ولدكم. وروحت تجري بشرت عويشة بقوة سعدها. وبعد أيام تقامت الأفراح والليالي الملاح، وعويشة صبحت مرت ولد السلطان، والناس كلهم ما ليهم سيرة غير هاد البنية المسكينة اللي في ليلة ونهار ولات مرت ولي العهد. وصلت الهضرة لأمها الأولى اللي رباتها. المرأة غضبت عليها وقالت: مليح يا عويشة، ديري عرس وما تعرضينيش. وعرس على شكون؟ على ولد السلطان. الصبري صبري ضك ناعتلك. ومشات لبست وعطرت روحها وراحت لقصر السلطان باش تشوف عويشة، زعمة باش تبارك لها. وهي في الطريق فاتت على الزبلة حاشاكم، بقات تحوس فيها، لقات دجاجة جيفة، اداتها ولفتها في طرف قماش مطروز ومشات للقصر. طبطبت، فتح لها الحارس، قالت له: أنا أم عروسة ولد السلطان، فاتني العرس وحابة نشوف بنتي. طلب لها الإذن ودخلت لعويشة، سلمت وباركت وقعدت تلوم وتسقسي. وبعد ما ضيفوها وداروا اللازم جات خارجة باش تروح، طبصت على عويشة، سلمت عليها وسقساتها في وذنها: يا عويشة، وين العصبانة؟ حلت عويشة عينيها من الخلعة وقالت لها: يما الجمعة روحي تغداي عندنا. فرحت المرأة وقالت لها: إن شاء الله يسلمك يا بنيتي. سجدتها عويشة، وقبل ما تخرج حطت لها الهدية في حجرها ومشات. وبعد ما خرجت جات السلطانة ونساء القصر يشوفوا هدية أم عويشة وش هي. العروسة بدأت ترجف، على بالها باللي طول عمرها وهي دايرة فيها الشر، ماشي بعيد تدير لها هدية خايبة تطيح بقيمتها قدام ناسها. حلتها وهي خايفة حتى يلقاو فيها دجاجة ذهب بفلالسها،
تفتح العين المغمضة ولا عمرهم شافوا كيفها. دهشت السلطانة وقالت: ما شاء الله، هدية عزيزة وغالية. وحتى عايشة بقات حايرة. بعدها هزتها وزينت بيها الطابلة وفرحت بيها، وين شافها العريس عجباته وزاد غلات عويشة في عينيه. فاتوا الأيام وجا نهار الجمعة، ومن الصباح بكري جات المرأة باش تتغدى عند عويشة. رحبت بيها ودخلتها وبعثت الخدامات للسوق، وصاتهم يجيبوا 10 دوارات وما يلزمهم باش يطيبوا الغدا عصبان. وما جا الظهر إلا والعصبان يغلي في القدور. حطوا الطابلة وقربوا الغدا، وعويشة قعدت تحلف في أمها تزيد تاكل حتى ما عادش لقات في كرشها بلاصة تحط فيها. وبعد ما زادت شربت كاس تاي مسحت به هذاك اللدام ودعتها، ومعاها قدر كبير معبي عصبان بالذمة باش تنسى هذيك العصبانة. بعد مدة جات المرأة مرة أخرى تزور عويشة، وهما قاعدين يحكيو مالت لعويشة وسقساتها: وين العصبانة يا عويشة؟ زعفت عويشة وناضت، حلت خزانتها، جبدت صرة معبية ذهب وبدات تلبس فيها، هذو مناقش وهذو سلاسل وهذو مقايس، حتى نعبيتها وقلت لها: من اليوم ما نحبش نزيد نشوفك هنا، روحي بعديني وبعدي جرتي. ضحكت المرأة وخرجت من عندها، وما فاتوا أيام حتى عاودت رجعت. ضيفتها عويشة في وجه السلطانة باش ما تشكش فيها، وغير ملات كرشها وشبعت وجات مروحة طبصت عند وذنها وقالت لها: يا عويشة، وين راهي العصبانة؟ غضبت عويشة ونادت على الخدام، قالت له: خرجها منا وبعدها عليا، ما نحبش نزيد نشوفها. هذاك الخدام قال للمرأة: أرواحي نوصلك. وهما في الطريق تعدات عليه بالموس وحبت تقتله وتديله الحصان. هنا غافلها الخدام ونحالها الموس وقتلها بيه ودفنها في الخلا، ولا من شاف ولا من سمح. روح يا زمان واللي يا زمان. وفي هذيك البلاصة اللي دفنت فيها المرأة نبتت دالية على قبرها. وبعد وقت ولد السلطان قال لعويشة: يا عويشة، أرواح نروحوا للبر نبدلوا جو. قالت له: اللي تامر به. حضروا ما يلزم للخرجة وراحوا للغابة، وهما يمشيوا في الخلا شافوا داليا نابتة، عناقيدها كبار ومدليات. عجبتهم. تكلم ولد السلطان وقال: عجب، داليا نابتة في وسط الخلا، هيا نقعدوا تحتها. هبطوا وحطوا حوايجهم وارتاحوا، كلاو وشربوا. بعدها اتكى ولد السلطان وقيل، وهي قعدت تتفرج عليه وتحمد في ربي. وهي على هاد الحال واحد من عناقيد الدالية قرب لوذنها وقال لها: عويشة، وين راهي العصبانة؟ تخلعت عويشة. بعدها فهمت سر الدالية اللي نابتة في الخلا. قالت: يذهب شيرته الخدام قتلها ودفنها. زاد العنقود عاود لها نفس السؤال: يا عويشة، وين راهي العصبانة؟
تفكرت عويشة حكاية العصبانة وضحكت. هنا فاق ولد السلطان وقال لها: خير، وعلاه تضحكي؟ عويشة ما عرفتش واش تقول، وكي كثر وقعد يسقسي فيها قالت له: لا والو، غير تفكرت حاجة. قال لها: ذوك تقولي لي وش هي الحاجة اللي ضحكاتك؟ وباش تسكتوا قالت له: المكنسة تاع دار بابا خير من شلاغمك. كانت تحسب روحها راح تسلك منه ومن سؤاله، بصح هو حار وقال لها: كيفاه تقارني مكنسة بشلاغمي؟ اما لا غدوة تديني لدار باباك نشوف مكنستكم، ولو كان تكوني توقتي بيا ما بقالك قاعدة معايا. كملوا قعدتهم وروحوا، وكل القصر رقدوا إلا عويشة باتت تخمم كيفاش تدير وكيفاش الدبارة. وهي قاعدة تفكر انشق الحيط وخرج لها القط اللي مدت له العصبانة. سقساها: وش بيك؟ قالت له: ضحكت مع ولد السلطان وقلت له هك وهك، وغدوة الصباح يحب يشوف كلامي صح ولا كذب. قال لها القط وهو مادي يده بمفتاح ذهبي: ادي المفتاح هذا، وغدوة الصباح كي تخرجوا من القصر شوفي في الشارع تلقايني، تبعي جرتي، وين نوقف قدام الدار هذيك هي دار باباك. الغدوة الصباح فاقت عويشة، وجدت روحها وركبت مع ولد السلطان في الكروسة. دورت عينيها لقات القط واقف، وبمجرد ما تحركت الكروسة بدا يمشي قدامهم، وعويشة تبع فيه وتنعت لهم في الطريق حتى وقف قدام دار وحبس. قالت عويشة للسلطان: هذه هي دار بابا. هبطوا وفتحت عويشة الباب بهذاك المفتاح ودخلوا. مشى ولد السلطان طول للحوش يحوس على المكنسة، حتى لقى مكنسة ذهب وعصاها ملبسة بالياقوت. تبسم وقال لها: صدقتي يا عويشة، مكنسة دار باباك خير من شلاغمي. وزاد غلاها عنده وزاد قدرها، وعاشوا مرتاحين في الخير عايشين وربي حامدين. وهنا خلاص حكايتنا النهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وانا ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، وهما راحوا تيستيس واحنا بقينا ناكلوا فرفيس.